الناس فاكرة إن الأصل في الحدود هو التطبيق. الكلام ده مش دايما صح، لأن الأصل في ديننا هو الستر. يعني في زمن خلافة عمر بن الخطاب جه 2 من الصحابة يقول لسيدنا عمر: إحنا شفنا فلان وفلانة بيزنوا. سيدنا عمر قال لهم إيه؟ قال لهم: لو ما جبتوليش كمان 2 شهود هجلدكم انتوا، لأن الأولى إنكم تستروا عليه. الحدود تطبيقها ليها شروط وليها أسس، فاحنا لازم الأول نفهم إيه هي أسس تطبيق الحدود عشان نطبقها. مش أي حد يشوف حد بيسرق يجري يقول: الحق ده بيسرق. طب انصحه الأول، يمكن لو نصحته يستجع، يبقى أنت خدت ثوابه وسترت عليه. فمش شرط إن أنت عشان شفت حاجة غلط بتتعمل يبقى لازم يتطبق عليه الحد. المرأة اللي جت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي: يا رسول الله زنيت فطهرني، الرسول أقام عليها الحد بعد 1.5 سنة. يعني انتوا متخيلين ان هي قعدت تروح للرسول صلى الله عليه وسلم 1.5 سنة تتحايل عليه يطبق عليها الحد؟ لما راحت اول مرة والرسول صلى الله عليه وسلم لقاها مصممة وقالت له: واني لحبلى من الزنا، يعني انا حامل كمان من الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها: اذهبي حتى تضعي. ادي 9 شهور. بعد ال9 شهور رجعت له وعلى ايديها المولود، فقال لها: اذهبي حتى تفطميه. وربنا قال: حمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر يعني 1.5 سنة. فطمته ورجعت بيه وفي ايده كسرة خبز تقول له: ديني فطمته. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها لقاها مصممة امر باقامة الحد عليها. لكن الاصل هو الستر. لما تشوف حد بيسرق ومحدش شايفه غيرك، انصحه. انصحه واديله فرصة. ده ربنا بيدي فرصة، احنا ما نديش فرصة؟ ننصحه، ما تنصحش بعد كده كررها تاني، ساعتها نبلغ عنه وساعتها نقول ان ده انا شفته بيسرق. انما الاول ننصح، ما نبقاش جلادين. يا ريت ناخد بالنا كويس جدا من النقطة دي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعفو عنا وان يهدينا. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. اللهم امين.